الأكلة اللي عيالي بيخطفوها قبل ما تبرد؟ أيوة، حرفياً من كتر ما طعمها وهمي وهشة، كأنها معمولة في محل بره. أسرع وصفة تنفع للمدرسة أو العشاء، ومكوناتها كلها في البيت. يلا نبدأ بالعجينة السحرية اللي هي الأساس. في بولة كبيرة بحط كيلو دقيق، عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ويفضل تفعليها الأول في شوية مية دافية مع السكر لو مش متأكدة من جودتها. وكمان بحط معلقتين كبار سكر عشان تساعد على التخمير وتدي طراوة. بعد كده بنزود معلقة صغيرة بيكنج باودر، ودي بتساعد العجينة تبقى هشة ومليانة هوا، ومعاها معلقة كبيرة حليب بودرة علشان الطراوة والطعم، وكمان نص كوباية زيت علشان العجينة تكون ناعمة وما فيهاش أي نشفان. وآخر حاجة بنضيفها معلقة زبادي صغيرة، ودي سر في الطراوة اللي بتخلي العجينة تبقى زي القطن. نبدأ نضيف المية الدافية بالتدريج من 2 ل 2 وربع كوب، ونعجن كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما تبقى العجينة ناعمة ومطاطية ومتلمسة في الإيد. وساعتها نغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي حوالي ساعة أو لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما اتخمرت، نفرد العجينة بسمك متوسط وندهن وشها سمنة أو زبدة علشان نعمل طبقات زي الفطير، وده اللي هيخلي الطعم غني وهش جدا. نطوي العجينة زي ما بنطوي الفطير بالظبط، ونكررها مرتين عشان الطبقات تكتر، ونسيبها ترتاح شوية بعد الطي علشان ما تشدش معانا واحنا بنفردها تاني. بعد ما ترتاح، نفردها تاني بالنشابة برشة دقيق من فوق وتحت، ونفرد عليها صلصة بيتزا. ممكن تجهزيها في البيت من صلصة الطماطم والثوم والزعتر وملح وفلفل وسكر بسيط. نوزع الحشوة اللي بنحبها. أنا هنا استخدمت لانشون وزيتون، بس انتي ممكن تحطي تونة، سوسيس، فلفل ألوان، أو أي حاجة عندك في التلاجة. نرش الجبنة الموتزاريلا على الوش بكمية كريمي كده علشان تبقى بتمط وتخلي الطعم لا يقاوم. نلف العجينة رول طويل، ونبدأ نقطعها دواير متساوية، ونرصهم في صينية مدهونة مسحة زيت أو مفروشة بورق زبدة. وهنا في خطوة مهمة، نضغط على كل واحدة ضغطة بسيطة علشان تفرد وتاخد الشكل، بس من غير ما نفردها خالص. وبعدين ندهن الوش ببياض بيضة ومعلقة لبن، أو بياض بيضة بس عشان تدي لمعة وشكل حلو بعد ما تستوي. نسخن الفرن كويس على 180 أو 200 حسب نوعه، وندخل الميني بيتزا على الرف الأوسط لحد ما تحمر وتسيح الجبنة وريحتها تملى البيت. بجد النتيجة فوق الخيال، هشة غنية ومليانة طعم، وعيالي بيخطفوها قبل ما تبرد. نصيحة أخيرة، ممكن تعملي كمية كبيرة وتفرزيها بعد التشكيل وقبل التسوية، وتطلعيها وقت ما تحتاجي. هتبقى وجبة سريعة وسوبر لذيذة لأي وقت.